مرحبا شباب، سلام الله عليكم والرحمة في دورة أساسيات كالي لينكس. لاحظ من الآن سوف نقوم مثلا بالتعامل مع المجلدات بالشكل التالي. الآن حاليا سوف أقوم فتح الترمينال بهذا الشكل، وأقوم باستعراض المسار التالي الذي متواجد فيه الآن حاليا هوم كالي. طيب، سوف أقوم بالدخول إلى الديسكتوب بهذا الشكل، أقوم بكتابة cd أيضا بهذا الشكل، ديسكتوب بهذا الطريقة. إذا الآن حاليا أنا في المسار الديسكتوب. في حال حبيت مثلا أن أنا أقوم بإنشاء مثلا مسار أو جدول الدايركتوري جديد أو مجلد جديد، عليك فقط بكتابة الانكي داير بهذا الشكل وكتابة اسم المجلد مثلا يمن. لاحظ تم إنشاء مجلد يدعى أيضا يمن. في حال أيضا حبيت أن أقوم بإنشاء مجلد داخلي بداخل اليمن، أقوم بكتابة يمن سلاش مثلا صنعاء بهذا الشكل. لاحظ معي الآن بالشكل التالي تم إنشاء أيضا مجلد بهذه الطريقة بداخل مجلد يدعى صنعاء، بداخل مجلد أيضا آخر يدعى أيضا يمن. في حال أردت الدخول على كتابة cd يمن مثلا بهذا الشكل، سوي ls أيضا تاج له. لاحظ ظهر أيضا لدي المجلد الحالي الذي أنا متواجد فيه والذي يدعى إيش يمن بهذا الشكل. طيب، في حال أن حبيت أن أقوم بعمل إضافة حذف كامل لهذا المجلد، كل ما عليك فعله هو كتابة فقط لا غير rm بهذا الشكل، أي معنى remove، وكتابة اسم المجلد. طيب، rm صنعاء بهذه الطريقة. لاحظ cannot remove صنعاء بهذا الشكل، عليك إضافة rm بهذا الشكل، وأيضا tag r. التاج r هذا عبارة عن حذف المجلد مع كافة المحتويات الخاص فيه بهذا الشكل، صنعاء بهذا الشكل. طيب، مجرد أن أقوم بالدخول إلى يمن، لاحظ تم حذف المجلد بهذا الشكل. جميل جدا. طيب، خليني أقوم بإنشاء مجلد آخر مثلا يدعى مثلا عدن بهذا الشكل. في حال الدخول إلى داخل المجلد سوف تلاحظ عندي المجلد الذي يدعى عدن بهذا الشكل، وكل ما عليك الآن هو التصفح المجلدات وإضافة مسارات أو مجلدات بالشكل المناسب وبالطريقة التي تراها مناسبة لك أيضا. إلى هنا انتهينا، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.